السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في أحسن صحة وأحسن حال وراحة بال يا رب. بجد بحبكم كتير قوي. بشكر كل المشتركين الجدد اللي نوروني في قناتي. بقول لكم نورتوني وشرفتوني حبايب قلبي. ان شاء الله تستفادوا كتير قوي 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 ان شاء الله من القناة دي. بس لو لسه أول مرة تشوفوا قناتي ادخلي كده اعملي سيرش عن الفيديوهات. حبيبة قلبي اتفرجي على الفيديوهات اللي قبل كده ان شاء الله. اتفرجي كده على الفيديوهات هتستفادي كتير. قبل اي حاجه صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. زي ما انا قلت لكم عودوا نفسكم اي فيديو بتتفرجوا عليه حاولوا ان انتوا تكسبوا من وراه حسنات. وانتي بقى يعني ايه وانتي بتتفرجي صلي على النبي كتير واذكري الله كتير. الا بذكر الله تطمئن القلوب. خلاص لو لسه بقى ما ضغطتيش لايك للفيديو النهارده الفيديو مشجع جدا اضغطي لايك ليه. حبايب قلبي مش ناسياكم في اي حاجه بامر الله. خليكم بس اسمعوا على طول قناه وصفه ونصيحه مع مسك وان شاء الله تستفادوا كتير. النهارده بقى بنات فكرت عملنا فيديوهات توفير كتير قوي وافكار كتير لا حصر لها. واستنوا القادم ان شاء الله افكار تحفه تحفه تحفه. قلت بقى النهارده طب ازاي ست البيت الجميله الاموره هيبقى ليها مزاج توفر وليها يعني ايه تفكيرها كده فاضي ان هي توفر وتعمل الا لو في حاجات كتير يعني بيبقى عامل اساسي ليها. خلاص النهارده جبت لكم السر ان يكون بيتك فله شمعه منوره في خلال 10 دقايق بس. 10 دقايق يا مسك انتي بتتكلمي ازاي؟ والله يا حبيبتي خلال 10 دقايق. لو ما ضغطيش لايك للفيديو وانزلي على طول على زر الاشتراك اضغطي كلمه اشتراك وتعالي بقى اسمعي الفيديو. بصي حبيبتي ان عودي نفسك طبعا لو عندك اولاد سواء صغيرين سواء كبار عودي نفسك ان انتي تنامي بعديهم بساعه. ازاي انام بعديهم بساعه؟ بعد ما يناموا انا عامله ساعه محدده لاولادي سواء بيناموا 9 سواء بيناموا 10. انا انام لو بيناموا 10 انام 11 تمام. وعودي ان انتي تصحي قبليهم بساعه. من هنا بنات احنا عارفين كل سنه وانتم طيبين المدارس داخله وهيبقى فيه دروس وحاجات كتير قوي. طب انا اظبط يومي ازاي؟ اظبط حياتي ازاي؟ اظبط شغلي ازاي لو انا حتى يعني ست شغاله وكده؟ هو من اللي انا مسكه هتقولك عليه. خلاص حبايبي صليتوا بينا على النبي اذكروا الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. قبل اي حاجه مش هقولك غير قبل ما تنامي طلعتي على سريرك كده بالليل بعد ما مصليه العشاء مصليه ركعتين قيام بنيه اي حاجه. اوهبوا يا بنات ركعتين قيام الليل لاي حاجه للبركه في المال في الولد في اي حاجه تتمنيها. خلاص صلينا وطلعنا على السرير بتاعنا خلاص هننوي النوم. فاكرين الحديث لما السيده فاطمه رضي الله عنها اشتكت ان هي تعبت من شغل البيت لسيدنا النبي عليه افضل الصلاه والسلام؟ قال لهم ايه؟ قال لهم الا ادلكم على يعني الحاجه اللي من الاخر بقى. ما قالش هجيب لك خدامه ولا ما خدمتين ولا الكلام ده خالص. قال لهم ايه؟ طلعتي انتي وجوزك على السرير سبحي 33 مره وكبري واحمدي 33 مرة وكبري 34 مرة. طب يا مسكي ما احنا بنعمل كل ده بعد كل صلاة. بنعمل ده بعد كل صلاة حبيبتي. دول ما لهمش دعوة بالتسابيح اللي بعد الصلاة. انا طلعت على السرير قبل ما انام مسبحة 33 وحمد ربنا 33 ومكبرة 34 بنية ايه بقى؟ بنية يعني البركة في صحتي. بنية ان ربنا يقويني على شغل اليوم اللي بعديه. بنية ربنا يبارك لي في وقتي. بنية ان انا وقتي ما يضيعش كده. تمام. اهم حاجة صلوا بينا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. الحاجة دي بقى سيدنا النبي عليه افضل الصلاة والسلام ما غلطش من حاجة زي كده. صدقيني اعملي الحاجة دي قبل ما تنامي بالليل واصحي الصبح بقى. اصحي ساعة واحدة قبل ولادك الصبح. ومش هقولك على البركة اللي هتعملي فيها شغلك في خلال 10 دقايق وفي ثانية واحدة هتلاقي خلاص. طب ازاي؟ بصي حبيبتي صحينا الصبح قبل ولادنا بساعة. اول ما تصحي من على السرير تقومي كده اذكري الله كتير قوي وصلي على النبي. الاذكار على طول في بقك وانتي ايه قايمه. مش هقولك اقعدي بقى وضيعي وقتك والكلام ده. الاذكار كده على طول في بقك. قومي كده اول ما تقومي من على السرير قومي داخله الحمام بتاعك خدي الشاور بتاعك. اوعي تفضلي بالهدوم اللي انت نايمه بيها بالليل سواء عبايه بنص كم سواء ترنج سواء بيجامه على ايا كان انت نايمه بيه. قومي على طول خدي معاكي حاجه كده نظيفه ما فيهاش بقى عرق ولا الكلام ده. احنا ستات بيوت هنتكلم بالعاميه شويه. تمام. لو ما ضغطتيش لايك للفيديو اضغطي لايك للفيديو واطلعي بقى على طول كملي الفيديو. بصي حبيبتي اخدنا بقى حاجه كده خفيفه تساعدنا كده بقى على مدار اليوم سواء بيجامه خفيفه ترنج خفيف سواء انت اي لبسك بقى. تمام. وخشي خدي الشاور بتاعك. خلاص الحمام بتاعنا
عايزه اقول لك خلي فيه حاجتك الخاصه. خلاص، يعني عايزه اقول لك ايه، حاجه بسيطه قوي، تنت الخطوط خلاص، وقلم كحل. طب يا مسك انت بتقولي ايه، منين بشغل بيت ومنين الكلام ده؟ هو ده يا حبيبتي. خدي الشاور بتاعك، سرحي شعرك على طول، وقومي حاطه قلم كحل في عينيكي، ولو عندك صبع روج حتى حطي منه على شفايفه. خلاص. قبل بقى ما نطلع من الحمام هنعمل ايه؟ عودي نفسك كده قبل ما تطلعي من الحمام، قومي ماسكه الحوض. لازم تخلي عندك ليفه خاصه بالحوض. خلاص. الليفه الخاصه بالحوض، مش هقول لكم سلكه يا بنات، وهقول لكم ان شاء الله في الروتينات الجايه، يعني كل حاجه ليها اساس. السلكه بتجيب صدى سواء في الحوض سواء في الحنفيات بتاعتك كده. لا، شفتوا السلك اللي بيبقى، شفتي السبونشه اللي هي الليفه دي اللي بيبقى فيها سلك، خلي واحده خاصه بيكي في الحوض، عشان بعد كده ما تعانيش ان الحمام بتاعك يبقى قديم او في صدى في السيراميك ولا الكلام ده. خلاص. صليتوا بينا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. دعكت الحوض بتاعي، اللي بيبقى فيه فرشه اللي هي خاصه بالتويليت بتاعك، وقومي دعكه كده القعده بتاعتك، وعلى طول دي بقى هتخلي الحمام بتاعك فواحه كده، يا بخت اللي هيدخل وراكي. خلاص. على مدار اليوم انت عملتي كده، شيلي بقى الغطا بتاع السيفون ده. كيس برسيل جل يا بنات من ابو 2 جنيه. خلاص. بلاش كيس برسيل جل، شويه دوني في كيسه، يعني هيبقى بجنيه دوني في كيسه كده، وقومي خرمه كيس خرم كده وحطيه في السيفون بتاعك من ورا. كل بقى ما حد يشد السيفون الروايح هتزيد في الحمام. عايزه اقول لك هتبقى ريحه الحمام تحفه. وشوفي الارضيه كده ودعكه على السريع. الموضوع ده هياخد منك ايه بالظبط؟ 7 دقايق. 7 دقايق، 7 دقايق بالشاور بتاعك، 10 دقايق بالكتير. لازم انت تبقي عامله لنفسك وقت كده وظابطه نفسك. بصي بالدقيقه. تمام. مشيتي كده وصليتوا بينا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. طلعنا من الحمام بقى كده، خلصنا من الحمام بتاعنا. الحمام بتاعنا عايزه اقول لك زي 10 دقايق. انت قبل ما تنامي اساسا مشيكه على كل حاجه على السريع برضو في خلال 10 دقايق، حمامك شطفك الكلام ده. بس لما الصبح يبقى تجديد لليوم. هو اساسا حاجتنا ان شاء الله لو مشيتي على النظام ده حاجتك بفضل الله هتبقى نظيفه على طول. طلعنا كده مغيرين، واخدين الشاور، داعكين حمامنا، متمكيجين كمان. عايزه اقول لك يعني الكحل والروج ده مخليكي كده فله، سواء جوزك في البيت سواء في الشغل، انت بتعملي الحاجه دي نظافه شخصيه لنفسك. خلاص. دخلنا اول حاجه، ادخلي على الريسبشن بتاعك يا بنات، او الصاله بتاعتك، وشغلي الشاشه بتاعتك على القران قبل اي حاجه، قبل ما تروقي اي حاجه. خلاص. شغلنا القران كده وعلينا كده القران حبيبه قلبي، وعليتي كده الشاشه بتاعتك. ابدأي بقى على طول في 10 دقايق بالظبط اظبطي كده منبه الموبايل بتاعك لو لسه انت الموضوع ده جديد عليكي. خلاص. على طول بقى شوفي الركنه بتاعتك، اكنسيها مكنسه كده وجروف صغيرين. مش هتكنسيها مثلا المكنسه بتاعتك، شغلي المكنسه على طول. ادخلي الاوضه دي معاكي ازازه الملمع بتاعك وفوطه صغيره خاصه بالبتاع والمكنسه، خشي ال3 حاجات دولت معاكي. تمام. طب ايه الملمع؟ احنا مش هنشتري اي حاجه من بره تاني. الملمع ده عباره عن ايه؟ عباره عن غطا من برسيل جل. خلاص. وهسيب ريحه اللافندر تحفه يا بنات. غطا من برسيل جل على ربع كوبايه من الخل على كوبايه ميه. تمام. بس كده حبيبه قلبي. ما عندكيش برسيل جل، يبقى ايه؟ غطا من كلوريكس الوان. غطا يا بنات من كلوريكس الوان زائد ربع كوبايه خل كوبايه ميه. خلاص. وهو ده الملمع بتاعنا، هيديكي ريحه نظافه تحفه، مش مكلف خالص. زي ما انا قلت لك امشي بس على الحاجات اللي مسكت تقول لك عليها دي، هتلاقي توفير ونظافه وكل حاجه. طب احنا بنعمل الحاجات دي كلها ليه؟ عشان استنوا الفيديوهات الجايه يبقى في وقت عندنا لتحضيرات كتير قوي، تحضيرات كتير قوي يا بنات، من التوفير وان احنا نوفر فلوسنا ازاي، نوفر وقتنا ازاي، في حاجات كتير قوي كمان لراحه البال. الستات يا حبايب قلبي مضغوطين جدا من شغل لاولاد لمذاكره بعد كده للدروس لده، فلازم تمشي على النظام ده علشان ان شاء الله تلاقي بركه في كل حاجه ورزق وفير بفضل الله. وما فيش بقى في ستات يعني ايه حبايب قلبي بيخشوا في مرحله اكتئاب من الضغط اللي عليهم سواء شغل الكلام ده والولاد وكده. لا، امشي بفضل الله على الحاجات دي واستعيذي بالله من الشيطان الرجيم. وزي ما انا قلت لك امشي على التسابيح والكلام ده، وان شاء الله تلاقي بركه ورزق كتير قوي. خلاص. اهم حاجه ما تغطوش لايك، اضغطوا لايك على طول للفيديو، واشتركوا في القناه كلمه اشتراك اسفل الفيديو، ولايك للفيديو حبايب قلبي. خلاص. شغلتي المكنسه بعد ما كنسنا نبدا نلمع بقى. لمعتي الشاشه بتاعتك، لمعتي ترابيزه الانتريه، الكلام ده على السريع. طلعنا رشتين معطر وسيبي الاوضه، مش هقول لك اقفليها. خلاص. سيبيها.
بعد كده يا بنات ادخلي على اوضه النوم بتاعتك، نفتح الشبابيك ونشد الستاير. احنا طبعا حتى لو ما شدتيش الستار انت لابسه ومتهندمه ومفيش اي حاجه، خلاص. فتحنا الشباك كده الهواء يدخل. عودي نفسك سريرك يتغير كل يومين بالكتير قوي. في ناس بتغير كل يوم، انا مش هقولك كل اسبوع ابدا ولا 3 ايام، كل يومين. في الشتاء خليهم كل 3 ايام. بجد 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 ما تستنيش ان الملايات تكرمش على السرير، ما تستنيش ان الملايات بتاعتك يعني حتى لونها اللي هو يغير سنه، لا. خلي دايما اوضتك فله لاي ظرف طارئ عندك. عامه بيتك مش بيقولك، يعني بحب الامثال بتاعت زمان دي قوي، اكنس بيتك ورشه ما تعرف مين يخش. الحاجات دي صدقوني خلال في ال10 دقايق دي هتخلصي اوضتك، هتبقى فله. كل يوم ال10 دقايق انت ممكن تخلصيهم بعد كده في 7 دقايق. تمام. كل يومين 3 كده فرش السرير على طول، ظبطيه. اللي زي ما انا قلت لك الفوطه والازازه اللي هي المنجزه بتاعتنا، بصي بسميها بصراحه يعني الازازه المنجزه بتاعتي من تلميع وتعطير وكل حاجه. مجرد انك تمسحي الكومود بتاعك واستريحي كده بالازازه والفوطه دي خلاص، وشغلي المكنسه. فرفشي نفسك. يعني عايزه اقول لك اما يبقى صوت القران كده وانت مغيره ونضيفه وعلى طول على السريع نفسك هتتفتح. والله يا بنات زي ما بقول لكم انا بعمل كده على طول كده. وشغلي المكنسه، ما عندكيش مكنسه هخليك ان شاء الله تجيبي مكنسه من التوفير اللي هنعمله. خلي بيتك فيه كل حاجه نفسك فيها، حاجه تشجعك على النظافه. احنا بصي احنا لينا لنفسنا حق، يعني عليكي انت لنفسك حق. ادي لنفسك كل حقوقها، بس برضو ان شاء الله بحاجات وتكات كده ان شاء الله هنعملها. خلاص يا بنات 10 دقايق خلصنا اوضتنا. الكلام ده رشه معطر على السريع، وهنزل لكم رشه معطر اقتصادي جدا جدا جدا. مش هنجيب طبعا ازاز المعطرات اللي بقت ب 30 و40 جنيه. تمام حبايب قلبي، اضغطوا لايك للفيديو بقى. بعد كده دخلتي على اوضه الاطفال بتاعتك، نفس النظام اللي هنا عشان ما اطولش عليكم. خلصتي الاوض بقى اللي عندك بنفس الموضوع، والريسبشن عندنا جاهز، او الصاله بتاعتك او الطرقه بتاعتك الكلام ده. ادخلي بقى بينا على المطبخ. عايزه اقول لك الست اللي الحمام بتاعها والمطبخ بتاعها رايقين، اعرفي من هنا النظافه، اعرفي من هنا مش هيبقى فيه دهون، مش هيبقى فيه، كل حاجه هتبقى رايقه. خلاص. احنا اساسا عايزين نوفر، احنا عايزين افكار للتوفير. ما هو من هنا حبيبتي، ما هو من هنا. خليكي بس ورا مسك، ما تعملي الحاجات دي كلها ان شاء الله هتوفري وكل حاجه. خليكي بس انت ورا مسك. كله بامر الله سبحانه وتعالى. خلاص دخلنا المطبخ بتاعنا. طبعا زي ما انا قايله لكم انت نايمه بعد ولادك بساعه، كوبايه متوسخه، كوبايه شاي بلبن، الكلام ده احنا كل ده احنا غاسلينه وشاطفينه وكل حاجه. خلاص. بس اوعي تسيبي اي حاجه عندك في الحوض قبل ما تنامي. خلاص. الصبح المطبخ بتاعنا رايق، هيبقى عايز تلميع على السريع. ادعكي الحواض بتاعتك، الرخامات بتاعتك لمعيها بنفس الازازه اللي هي غطا كلوريكس الوان، على نفس الازازه اللي انا قايله لكم. هتقضي بصي معاكي حاجات كتير قوي في تنظيف البيت، من تلميع ابواب لتلميع مرايات لكل حاجه يا بنات عندكم. خلاص. دخلتي على المطبخ بتاعك، قبل بقى ما تكنسي المطبخ وقبل ما تعملي اي حاجه، احنا البوتاجاز بتاعنا متلمع، احنا عايزين نوفر ايه، وانا مجهزه من بالليل وموضبه انا هعمل ايه. خلاص. سواء بقى بانيه، سواء فراخ، رز وطبيخ اللي انت محدداه. هبدا على طول في الطبيخ. خلاص. انا عايزاكي كده بعد الساعه دي تكوني مخلصه طبيخ وترويق وكل حاجه. حطينا طبيخنا على النار والطبيخ بيستوي. انا البوتاجاز عندي متلمع وكل حاجه، لو وقعت حاجه بمسحها بسرعه قبل بقى ما اولع النار على الاكل والكلام ده. اكل يبقى بيستوي على بوتاجاز نضيف. ماسكه بقى المطبخ بتاعي ملمعاه تلميعه كده على السريع، بفوطه صغيره كده، فوطه تانية خاصه بالمطبخ، ملمعه كده دوره في المطبخ بتاعتك على السريع بنفس الملمع اللي انا قايله لكم عليه اللي هو الاقتصادي ده. خلصت حاجتي طبيخه على النار، ابدا بقى اعمل لي كوبايه الشاي بتاعتي، كوبايه النسكافيه بتاعي مع ساندوتش، واقعد كده حبايب قلبي. عايزه اقول لكم في البلكونه قدام التلفزيون شويه، تقعدي مروقه حالك بقى وفاتحه الشبابيك كلها والشقه، يعني عايزه اقول لك ريحتها تحفه. الكلام ده كل حاجه لو حددت لها 10 دقايق بس، والله 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 ان شاء الله يعني هتوفري في مجهود ووقت وكل حاجه، بل بالعكس يبقى عندك افكار توفري فيها، تعملي فيها حاجات اقتصاديه. يعني عايزه اقول لك ايه، حاجات بقى تتفنني فيها كده. اذكروا الله الا بذكر الله تطمئن القلوب.
امشوا والله العظيم على الكلام اللي مسك بتقوله لكم ده. خلوا دايما الذكر في بقكم وانتوا بتشتغلوا وانتم بتروقوا وانتي بتنشري وانتي بتغسلي. طبعا نسيت اقول لكم ان انتي من بالليل، طبعا عشان احنا قايلين توفير المسحوق وتوفير الكهرباء وكل حاجه، من بالليل حطي دور. انتي هتنامي بعد ما ولادك بساعه، هتلمي كده كل الهدوم المتوسخه والكلام ده وتحطيها كده في الغساله، تعملي لها دوره نقع. لو انتي في الحمام بتاعك بتغسليه على طول شطفه على السريع، تقومي عامله على طول دوره غسيل للغسيل اللي هو منقوع من قبل كده. طبعا هنوفر في المسحوق مع دوره النقع دي. على بال بقى ما تلفي لفه كده السريعه وطبخه كده وفي شقتك، هيكون في الوقت ده كده اللي هيكون الغسيل بتاعك اتغسل، هتقومي منشراه على طول. صدقوني بعد كده هتلاقوا اليوم بتاعك كله فاضي، طبخه ومروقه ومنضفه شقتك حلوه، الهوا يرد فيها الروح كده، انت كمان جميله وموضبه نفسك من الصبح وكده. امشوا على اللي مسك ده بتقوله لكم. اهم حاجه ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناه عشان نستنوا ان شاء الله الافكار التوفير اللي جايه بقى، افكار تحفه 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 مش هتلاقوها على اليوتيوب نهائيا يا بنات. واشتراك في القناه، كلمه اشتراك موجوده اسفل الفيديو ويظهر لك كلمه الكل، اضغطي عليها علشان ان شاء الله ينزل لك كل جديد. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش الاشتراك في القناه ولايك للفيديو والصلاه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. باي.